في ناس بتشتغل لوحدها، حتى لو وسط فريق كامل وجودها في الفريق بيخلي الشغل احسن، كل حاجه بتمشي وسبحان الله يخش يبقى في دينامو بيحصل وتغيير في نتيجه الفريق. العقليه اسمها العقليه التعاونيه. مش كل شخص ناجح بيجي ان هو عبقري لوحده او ذكي او انه عنده علم مش عند حد. احيانا كتير بيكون النجاح جاي من انه هو بيعرف يشتغل مع الفريق بتاعه صح. والعنصر الحقيقي للنجاح ان الشخص عنده عقليه تعاونيه. يعني ايه عقليه تعاونيه؟ هي طريقه تفكير تخلي الشخص انه ما يقدرش يوصل لحاجه لوحده، وان العمل الجماعي دايما بينجحنا وبيخلينا ان احنا نقدر نوصل لحاجه افضل. الشخص بتلاقي بيسمع كويس، بيفهم وجهه نظر، بيساعد غيره حتى من غير ما يطلب، بيشارك المعلومه ومش بيحتاج، دايما بيتجنب الصراعات وبيفضل ان احنا نوصل لحل عشان نوصل لنتيجه مش نقطع في بعض. لما بيجي بيشتغل في مشروع ومشروع بيكون كبير، هو دايما بيبتدي ان هو يجمع الفريق ويقول لهم يلا بينا ازاي والمكان ازاي، ويبتدي كمان يتعامل مع كل واحد في الطاقه اللي هي تنفع معاه. بيعرف يقسم الارض حلو قوي عشان يخلي الناس كلها تعمل وكل يبقى. لو انت مدير وعندك حد معاك الشخصيه دي التعاونيه، اعتمد خليه يشتغل في حل النزاعات داخليا، خليه ينظم الاجتماعات والمناسبات، خليه يراقب دور الموظفين الجدد، هو اللي يبقى مسؤول عن عشان يسيب ايجابي لهم ويربي لك ناس عندهم العقليه التعاونيه. مش معناها ان انا ضعيف، انا بعرف اكون واعرف اكسب الكل واعرف في نفسي اعمل شغل افضل، وطول الوقت ببقى سابق غيري ان انا اعرف اعمل من الفسيخ. كلنا لو انت اشتغلت مع حد بالعقليه التعاونيه وقد ايه كان في الكلام ده جاي من الاورجانيزيشن بيهيفير في حاجه اسمها الستيجز اوف ذا. صباح الفل عليكم. صباح موجود.